في قاعدة على السريع النهاردة هنتعلم نتصرف ازاي مع أسئلة ال question tag لو لقينا في الجملة barely أو scarcely. في البداية عايزين نعرف معناهم ايه. هما في البداية negative adverbs، يعني ايه؟ يعني ظروف سلبية. يعني ايه كلمة ظرف سلبي؟ يعني لو لقيت جملة ظهرت فيها barely أو scarcely هتعامل معاها على إنها جملة منفية وليست جملة مثبتة. طيب، احنا كنا أخدنا ظروف تكرار في بارت 2 من الكويشن تاج اللي شرحناه للحالات الخاصة، واتكلمنا إن احنا عندنا ظروف تكرار هي كمان بنعملها بنفس الطريقة. إيه هما كانوا hardly بمعنى بصعوبة، rarely معناها نادرا، seldom هي كمان معناها نادرا، ونيفر بستخدمها في النفي المطلق. واتفقنا مع بعض إن الظروف الأربعة دول بعتبرهم ظروف سلبية. بنفس الطريقة هنتعامل مع barely ومع scarcely. يعني ايه ظروف سلبية؟ يعني لو شفت الست ظروف دول قصادك هنتعامل على ان الجملة بتاعتي جملة منفية وليست جملة مثبتة. تعالوا في البداية نعرف يعني ايه barely ويعني ايه scarcely. barely معناها almost not enough. يعني ايه؟ يعني مش كفاية، يعني بالكاد، دي باللغة العربية. بس بينا وبين بعض هقولك معناها بالعافية أو تقريبا مش. يعني لو جات لك مثال زي ده مثلا وقال لك he barely speaks English، عيني على barely أنا عرفت خلاص إن معناها منفي، كأني بقول لك بالظبط هو تقريبا مش بيتكلم English. كأني نفيت الجملة وقلت لك he doesn't speak English، يعني هو مش بيتكلم English، جملة منفية. ندخل على المثال التاني وهو scarcely. نفس المعنى بالكاد بالعافية، لكن معناها في الجملة ليك عشان تفهمها تقريبا لا أو تقريبا مش. مثال تاني لو قلت لك she scarcely eats anything، يعني هي تقريبا ما أكلتش أي حاجة. الجملة scarcely بتدي معنى النفي، كأني بالظبط قلت لك she doesn't eat anything. اتفقنا كده؟ طيب، أنا جه قدامي طالب مني question tag وظهرت فيه الظرف barely أو scarcely، أتصرف إزاي؟ قال لي بسيطة، أي ظرف من الست ظروف السلبية اللي أنا حكيت لك عليهم، اللي هو hardly, rarely, seldom, never معاهم barely و scarcely، اتعامل مع الجملة على إنها جملة منفية، وبالتالي التاج بتاعك هيجي عكسها وهيكون مثبت. خلاص كده؟ طيب، ناخد مثال نطبق الكلام ده عليه. لما أقول لك she barely knows him، يعني هي تقريبا ما تعرفوش، وطالب مني question tag مناسب للجملة دي. باتصرف ازاي؟ احنا خلاص عادي جدا بنمشي الخطوات الطبيعية. عايز اعرف الجملة بتاعي يا ترى هي جملة مثبتة ولا جملة منفية. خلاص انا عيني شافت بيرلي وقلنا دي بتدي معنى النفي في الجملة، وبناء على الكلام ده انا بتعامل مع جملتي على انها جملة منفية. طيب، جملة منفية هعرف في الاخر ان التاج بتاعي هيطلع تاج في حالة الاثبات. يلا بينا بقى نعمل question tag. نرجع للجملة، لقيتها جملة منفية، إذا فالفعل المساعد بيكون زيها، بيكون منفي. طيب، إحنا عايزين نطلع فعل مساعد من الجملة اللي موجودة قدامنا فوق. اتفقنا إن إحنا عندنا 4 أفعال مساعدة أساسية بنتعامل معاهم. 3 منهم ظاهرين وواحد بلاقيه مستخبي في الجملة، بعرفه بدلالة الفعل. مين الظاهرين؟ قلنا verb to be، verb to have، والمودel verbs اللي هي الأفعال الناقصة. طيب، مين المستخبي؟ verb to do بصيغه المختلفة do و does و did. خلاص كده؟ طب يا ترى انت قدامك في الجملة فعل مساعد ظاهر؟ الحقيقة لا. فعيني على طول تروح على ان في فعل في الجملة ومفيش فعل مساعد ظاهر. في فعل اساسي اللي هو knows، لكن مفيش اي فعل مساعد ظاهر، فاوتوماتيك هفكر في مين؟ في do و does و did. من الفعل اللي في الجملة knows بعرف إن هو في ال present tense أو زمن المضارع، إذا فأنا بستبعد did في الماضي ويتبقى ليا do و does. طيب يا ترى هي do ولا does؟ عيني بقى هنا على ضمير الفعل اللي موجود في الجملة اللي هو she. يا ترى بنقول she do ولا she does؟ تبقى she does، برافو علينا. طيب، كده خلصنا؟ قال لي لا، افتكر ان انا عامله لك فعل مساعد منفي هايلايتد باللون الاحمر اهو عشان تركز. قلت لك منفي، اذا ما تنساش not، تبقى doesn't. بتصرف ازاي دلوقتي بعد ما جبت الفعل المساعد المنفي بتاعي؟ قال لي والله لو لقيتيه منفي حوليه للاثبات، لو لقيتيه مثبت انفيه، اعكسيه على طول. اذا هنا الفعل المساعد منفي هحوله لصيغه الاثبات وهتبقى does. الخطوة الأخيرة إني بنزل ضمير الفاعل اللي موجود عندي في الجملة وهو she، وبحط الكويستشن مارك. اتفقنا؟ ودي خطوة ما تتنسيش. في الكويستشن تاج لو لقيت أسماء في الجملة بحولها لضمير الفاعل المكافئ ليها. وبتبقى إجابة السؤال بتاعي she barely knows him does she. نتنقل على السؤال التاني. السؤال بيقول I scarcely slept last night، يعني أنا تقريبا ما نمتش امبارح. اتفقنا كده؟
طيب بنتصرف ازاي؟ جملتي مثبتة ولا منفية؟ أنا قلت خلاص دي جملة منفية، بناء على إيه الكلام ده؟ بناء على scarcely اللي بتدي معنى النفي. جملة منفية يبقى التاج بتاعي هيجي تاج مثبت. أتصرف ازاي دلوقتي؟ أفكر أوتوماتيك، يا ترى الفعل المساعد اللي عندي هيبقى مثبت ولا منفي؟ هيبقى زي الجملة، فعل مساعد منفي. أدور في الجملة بتاعي، يا ترى في فعل مساعد ظاهر؟ قال لي لا، مفيش فعل مساعد ظاهر. إذا فأنا بفكر على طول أوتوماتيك في الفعل المساعد اللي بيبقى مستخبي داخل الجملة. verb to do اللي هو do و does و did. عيني تروح على طول على الفعل اللي موجود في الجملة. الفعل slept اللي هي sleep slept في الماضي، إذا فأنا هختار did. قلنا فعل مساعد منفي يبقى لازم ألاقي في النهاية not فتبقى didn't. الخطوة اللي قبل الأخيرة لقيته منفي، بحوله لصيغة الإثبات وبنزل ضمير الفاعل اللي هو I، وتبقى إجابة سؤالي I scarcely slept last night did I. كده خلصنا قاعدتنا النهاردة في شرح الكويستشن تاج وحالاته الخاصة. بقية الحالات وشرح الكويستشن تاج هتلاقيه موجود على قناتنا على اليوتيوب درس إنجليزي أونلاين، كمان هتلاقوا اللينك موجود في أول كومنت على الفيسبوك بيج. أشوفكم المرة الجاية، باي باي.